الجوسكا سيندروم أو متلازمة جوسكا دي عبارة عن متلازمة بتيجي للشخص إن هو بيقعد يسرح ويتخيل ويعمل حوارات وسيناريوهات ويكلم نفسه ويعيش كده في خيالات كتيرة جدا ويقعد يتكلم نفسه كتير جدا ويخلق سيناريوهات مش موجودة. يا نهار اسود يا مريان، ده انا كده، ده انا بقعد اكلم نفسي لما بكون داخل على برزنتيشن مثلا او هكلم مديري في موضوع، بقعد اكلم نفسي واسرح واعيش واتخيل وبتاع. ايوه تمام، ده طبيعي ان انت تقعد تكلم نفسك لما تكون داخل على ستاب كبيرة او هتعمل حاجة كبيرة، لما بتكون قلقان تقعد تكلم نفسك وتعمل سيناريوهات، ده طبيعي ودي حاجة كويسة اكشلي علشان بتخليك تتمرن على اللي انت هتقوله او هتعمله، فدي حاجة مش وحشة. او مثلا ان انت مريت بموقف وحش فبتبتدي تعيد الموقف تاني وتريسكريبت الموقف بحيث ان هو يتعدل شوية، دي حاجة اسمها سايكو دراما، فدي مش وحشة. لكن الخطر فين؟ الخطر لما تبتدي تخلق سيناريوهات من غير ما يكون في حاجة انت داخل عليها، يعني انت عايش في سيناريوهات عامة، بتكلم نفسك عامة، بتسرح عامة، بتخلق شخصيات لنفسك وتعيش معاها وتتكلم معاها، ومش بالضرورة ان تكون النتيجة ان انت تتحسن نفسيا او ان انت تحس بنفسك او ان انت تكبر في حاجة معينة، لا، ممكن تكون بتزيدك ألم او بتزيدك تعب او بتزيدك انعزالية. هي دي الجوسكا سيندروم، هي دي متلازمة جوسكا. تاني يعني ايه؟ يعني ان انا بعمل لنفسي خيالات وسيناريوهات وشخصيات ومواقف بخلقها لنفسي واعيش فيها تماما واندمج فيها وانسى بقى العالم اللي انا عايش فيه وانعزل وانفصل عن الواقع وابتدي اعيش في الخيالات اللي انا عايشها. دي غالبا بتكون نتيجة أسباب كتيرة جدا، أهمها إنه مثلا الطفل اتعرض لقسوة في طفولته، لقسوة شديدة من أهله، إن هو ما كانش عنده مساحة الحرية والأمان إن هو يتكلم عن مشاعره ويعبر عنها أو عن المشاكل اللي هو بيعدي بيها، فخلته يلجأ إن هو يعيش في خيالات ويعيش في أفكاره ويعيش في انعزاليته، وهو يكلم نفسه ويحكي لنفسه ويخلق شخصيات مش موجودة علشان يحكي لها ويتكلم معاها. دي حاجة من الحاجات اللي بتعمل الجوسكا سيندروم أو بتخلق موضوع الخيالات. كمان لما مثلا الطفل بيجي يحكي لبابا وماما يطلعوه هو اللي غلطان، لو في موقف مثلا ضايقه أو في حاجة تعبته يطلعوه هو اللي غلطان دايما، يا حبيبي لا، ده انت اللي حساس، ده انت اللي غلطان، ده انت اللي مش عارفة عملت ايه. فده برضو بيخلي الطفل ينغلق على نفسه ويبطل يحكي لبابا وماما اللي دايما بيحسسوني بالذنب ودايما بيحسسوني ان انا اللي غلطان وانا اللي وحش. فطبعا هحكي لهم ليه؟ انا اروح احكي للشخصيات الوهمية اللي انا خالقها لنفسي علشان اعيش معاها وهي تهديني وتعزيني، او ممكن برضو تعمل نفس الامباكت عليا فابتدي انغلق على نفسي اكتر. يعني مش دايما بتكون النتيجة احسن حاجة، وده غير اللي جه في فيلم انسايد اوت اللي هو فكرة الايماجينري فريند او الصديق التخيلي. دي حاجة بتفرفش الشخص وتخليه مبسوط وسعيد، مش منعزل عن الواقع ومش شايف بابا وماما، لا، شايفهم وبيحكي لهم وبيتكلم معاهم. الطفل مش بينعزل اجتماعيا خالص، لكن اللي احنا بنتكلم فيه انه الطفل بيبتدي ينعزل اجتماعيا ويبتدي يقفل على نفسه ويبتدي يبعد عن الناس ويبتدي يبعد عن بابا وماما، يبعد عن صحابه ويبتدي ينفصل عن الواقع تماما ويعيش في خيالاته بس. يعني احنا بنتكلم عن اكستريم الخيالات، بنتكلم عن حاجة اكستريم شوية، وبتكون بسببها انه في تأثرات في الطفولة او في تعاملات في الطفولة ما كانتش اصح حاجة وما كانتش احسن حاجة. علشان كده الحل ايه؟ الحل ان انا علشان نتجنب اصلا الموضوع من اوله علشان يحصل، ان احنا لما بنيجي نتعامل مع الطفل مش بنحسسه بالذنب، مش بنقوله لا ده انت اللي غلطان، مش بنحسسه انه انت اللي حساس زيادة او انت اللي تعبان زيادة، ان المشكلة عندك. لا، الطفل بنديله مساحة من الامان والحرية ان هو يحكي كل الحاجات اللي هو محتاج يحكيها، يعبر عن مشاعره بمنتهى الحرية وبمنتهى الامان. ان انا كمان احتويه واحتضنه واحسسه انه حبيبي احكي اللي انت عايزه، اتكلم براحتك، احنا عايزين نسمعك وحابين نسمعك. يكون في دايما علاقة بالطفل متواصلة، ان احنا نحكي ونتكلم ونهرج مع بعض ونعمل كل حاجة عشان الطفل ما يلجأش ان هو يبتدي ينعزل لوحده او ان هو يقفل على نفسه. كمان حاجة من اسباب الموضوع ده القسوة الشديدة على الطفل، ان هو يكون في قسوة وعنف في التربية، وانه كل حاجة بيعملها العقاب بتاعها بيبقى اكستريم قوي، ضرب بقى بالشبشب، ضرب مش عارفة بالحزام، بالخرسانة. العنف في التربية او التربية بطريقة اكستريم جدا
هو ده بيخلي الطفل يقفل على نفسه اكتر ويخاف من بابا وماما ويبقى مش عايز يتعامل معاهم، لان الناس دي ملهاش امان. الناس دي اي حاجة هقولها او اي حاجة اعملها هتضرب، طب وانا اتعامل معاهم ليه؟ فده بيعرض الطفل لانعزالية وانغلاق على نفسه اكتر واكتر. علشان كده مهم جدا جدا ان احنا ما نقسوش على الاطفال، ما نتعاملش معاهم بقسوة. مش كل حاجة غلط نضرب. في عقاب، في حاجة اسمها عقاب، واحنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع العقاب، لكن العقاب بحدود. العقاب ليه حدود وليه قواعد وليه regulations كتيرة قوي علشان اطبق العقاب، واتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو قبل كده، بليز ابقوا ارجعوا له علشان نعرف ازاي نعاقب ولادنا. لكن لازم نتجنب تماما القسوة، نتجنب الضرب، نتجنب ان احنا نقول كلام سلبي للطفل، او ان احنا نعنفه بطريقة سلبية وكلام مهين. ما ينفعش ان انا اقول مثلا للطفل اصل انت غبي، اصل انت حمار، اصل انت ما بتفهمش. الكلام ده كله ما ينفعش يتقال تماما للطفل، هيخليه ينعزل ويقفل على نفسه وينغلق على نفسه ويعيش في خيالاته ويبعد عن الواقع. وكمان ده بيخليه يبعد عن صحابه في المدرسة. إذا كان بابا وماما ملهمش أمان وبيضربوني وبيهنوني وبيشايفيني ان انا وحش، امال صحابي هيشوفوني ازاي؟ مش هيشوفوني بنظرة مختلفة، غالبا هيشوفوني بنفس الطريقة السلبية. عشان كده تجنب القسوة وتجنب التعامل بطريقة مهينة مع الطفل، هنا نتجنب موضوع الجوسكا سندروم ده بشكل كبير جدا. بيخلي بقى الشخص ممكن يعيش في تخيلات او ممكن يعمل سيناريوهات بس بالطريقة الصحية العادية اللي احنا كلنا بنمر بيها وبنعملها. لما نكون داخلين على حاجة كبيرة مثلا او هنتكلم في موضوع كبير، ده ممكن نقعد نكلم نفسنا، لكن احنا نقعد نعيش في الخيالات وننعزل عن الواقع ونبعد عن الناس علشان خاطر نغرق في أفكارنا وفي خيالاتنا، هو ده الخطر وهو ده الغلط. بليز نخلي بالنا جدا من أطفالنا، نخلي بالنا من تعاملاتنا معاهم. كل حاجة احنا بنعملها مع أطفالنا في طفولتهم بتإمباكت عليهم في المستقبل وحتى دلوقتي، وبتأثر عليهم جدا جدا بشكل سلبي كبير جدا. فنخلي بالنا في التعامل مع الأطفال. الأطفال دول المفروض إن هم حاجة لسه ضعيفة ولسه رقيقة، فاحنا لازم نتعامل معاهم بحساسية شديدة ونخلي بالنا علشان ما يبقاش فيه تأثرات سلبية عليهم. لو عجبكم الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ميرسي، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.